السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معاكم إيمان. هنعمل حاجة حلوة كده وسهلة وجميلة. يعني مش عشان الأسعار غالية هنحرم نفسنا ونحرم ولادنا، بس احنا بندور على الحاجات اللي هي تبقى اقتصادية شوية. انا جبت لكم طبعا طريقة المشبك السوري. بس اول حاجة هنبدأ بيها الشربات بتاعه او السيرب او الشيرة او القطر، زي ما كل بلد بتقول عليه يعني. انا جبت 4 كوبايات من السكر، من السكر و3 كوبايات من المية، ورفعتهم على النار، ومعاهم معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز او عسل ابيض، ورشة ملح الليمون. لو مفيش ملح الليمون يبقى نص ليمونة تعصريها عليه. وبعد كده هنخش بقى على العجينة. العجينة عبارة عن 3 كوبايات دقيق سميد، اللي هو دقيق البسبوسة، بس اللي هو الايه الناعم مش الخشن، وعليه كوباية دقيق ابيض او فرينة او طحين. بقول لكم بكل الاسماء اهو على حسب كل ايه دولة. وهنحط ايه معلقة صغيرة من الخميرة، الخميرة اللي هي الفورية، وهنحط عليها معانا من كوبايتين مية لكوبايتين ونص. هي العجينة خدت معايا كوبايتين مية بالظبط. وهنريح 10 دقايق، وبعد كده نبدأ نحطها في الكيس الحلواني ونقطعها في كيس في زيت سخن. ماشي. بس البلبلة او التب او القمع اللي بتحط في الكيس ده يكون ايه الدرجة اللي هي ارفع شوية. الزيت هيكون طبعا سخن. وهنعمل ايه الحرف الاو ده، ممكن تعمليه حلزوني كده داير داير داير, داير حوالين بعضه زي ما هما بيعملوه يعني. بس دي اسهل طريقة انا يعني جبتها للمشبك السوري. دي اسهل طريقة هما بيعملوها يعني، واسهل مقادير واقل مقادير للمشبك السوري، من غير تعقيدات بقى ومن غير مكونات كتير. انا طبعا هقلي كده، وبتعملي عليه الزيت كده من فوق بالمعلقة بالشكل ده، وتقصيه بالمقص. وانتي لما تلاقيه اللون الذهبي الغامق شوية تطلعيه وتحطيه في الايه، تصفيه كويس وتحطيه على الشربات على طول او السيرب. طبعا السيرب ده اللي هو مش تقيل قوي يعني، انا ما بحبش الشربات اللي هو تقيل قوي ده اللي هو خفيف شوية. هنقلي كده، نقلي ونطلع نحط في الشربات على طول، ونصفي من الشربات عشان ما يبقاش شايل ايه شربات كتير بالشكل ده، ونصفي كده. هنخلص بقى الكمية كلها بالشكل ده. طبعا يا جماعة لايكات كتير وشير واشتراكات عشان الفيديو يوصل لأكتر قدر من المتابعين يعني. بالشكل دوت هنطلع. بصوا بقى مقرمش وناشف من بره وطري جدا من جوه وجميل جدا. يعني القرمشة الحلوة اللي بره دي وطري من جوه، هو بيبقى كده بالشكل ده. وطبعا عقبال ما خلصنا الكمية كانت تاكل منه، وده اللي لحقناه يعني. بألف هنا وشفا يا رب، اللي كلوا منه يا رب بألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.